اهلا اهلا، يلا بينا نعمل ترافل المانجا. هينفعنا جدا في الجو الرهيب ده. احلى حاجة ممكن تاكليها في الجو الحر، حاجة كده ساقعة وجميلة وفي نفس الوقت ممتعة. يلا بينا نبدأ في الوصفة بتاعتنا، بلاش نتكلم كتير. معانا هنا كيكة كانت عندي استعملتها، كانت قديمة شوية وباظت مني ففرفتها، وبسكوت دايجستيف، مانجا مقطعة مكعبات، وكريم شانتيه. كريم شانتيه هنا عبارة عن كوباية من الكريمة او اللي هو ظرف كريم شانتيه او كريمة الخفق اللي يريحك، وكوباية من المية الساقعة المتلجة، وكوباية من البيوري المانجا. ضربتهم كلهم مع بعض. هنا بقى زي ما انتوا شايفين بدأت ارص الطبقات. رصيها بالطريقة اللي تعجبك. اول حاجة حطيت الكريم وحطيت الكيكة مع البسكوت، وبعدين رجعت حطيت كريم شانتيه كمان اللي هو مع البيوري المانجا، وضفت بقى مكعبات المانجا، ورجعت تاني حطيت كيك. وهنا بقى كان عندي عصير مانجا حطيته في في القوالب دي. وبدأت ان انا خلصنا الطبقات بتاعتنا زي ما باين عندكم. وبعد كده قطعت بقى شرايح مانجا عريضة شوية، وبدأت ازينها من فوق وحطيت لها شوية تشيري. عايزة اقول لكم خطيرة. يلا بينا بقى. سبتها على فكرة قبل ما اقطعها، سبتها في التلاجة ليلة كاملة علشان بقى تتشرب كل الحاجات اللي احنا حطيناها. عايزة اقول لكم لما باتت في التلاجة طلعت طعم رهيب. انتظروني بإذن الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. باي باي.